الدورة التنشيطية مشاهدينا الكرام هي موضوع فقرتنا الثانية الحوارية في صباح الرياضة مع حضراتكم. الدورة التنشيطية يمكن احنا ما حسيناش بيها في الفترة اللي فاتت، ولكن هي كانت يعني زي ما بنقول كده تعويضا او ملء فراغ اللعيبه والمدربين في الفتره اللي فاتت، ويعني ان هم يقدروا يصبروا على عوده النشاط من جديد. يا ترى فعلا ملأت الفراغ وقدرت ان هي تحط اللعيبه في الفورمه حسب ما احنا سامعين؟ احتمال الدوري يرجع بكره، نشوف هيرجع ولا مش هيرجع حسب القرار اللي هيتم اتخاذه بعد قليل في الاجتماع اللي هيجمع بين يعني الجبلايه ووزاره الداخليه. ضيوفنا في هذه الفقره كابتن ابراهيم محمد نجم MP السابق عضو اللجنه المنظمه للدوره التنشيطيه، صباح الخير حضرتك منورنا. ايضا كابتن وليد هويدي مدير الكره بنادي مصر المقاصه وصاحب لقب الدوره التنشيطيه، الف مبروك واهلا بحضرتك. الله يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا. صباح الخير. وطبعا بدايه انا كنت سميت الدوره في بدايه كلامي في الاخبار الصبح بالدوره السريه اللي ما كانش حد يعرف عنها اي حاجه، ولكن يعني خلينا نقول بس مش ذنبكم. هي حاجه ايجابيه جدا ان يبقى في نشاط لكره القدم بيقام بالفعل على مش هنقول ملعب واحد، لاننا نلاحظ في الجدول في ملاعب كتيره. مبروك طبعا حصول مصر المقاصة على هذه البطوله. كابتن وليد، كابتن محمد عبد الجليل هو المدير الفني الحالي. يا فندم الله يبارك فيك. عمل انجاز كبير مع الفرقه في هذه الدوره. هي طبعا تتحسب للكابتن عبد الجليل كاول بطوله في تاريخه كمدير فني. صحيح هي بطوله وديه، بس في الاخر هي بطوله يعني بتجمع حوالي نصف فرق الدوري الممتاز. حضرتك يمكن قلت انها دوره سريه، برضو اقول لحضرتك يمكن اول اجتماع لينا كان في نادي انبي لتحديد البطوله ديت. يعني الكابتن عبد الناصر محمد مدير الاداري نادي انبي، والكباتن برضو الكابتن ابراهيم مجموعه اللجنه المنظمه. هو كان حضرتك يمكن لها هدف ان احنا رساله صامته كانت بتتبعت. يمكن كان الهدف انها ما تتعملش في ملعب واحد، انها تتعمل في ملاعب في عده ملاعب، في نشاط بيقام، في نشاط اهوت ومفيش مشاكل والحمد لله. يعني طالعه يعني كان فيه برضه روح رياضيه بالظبط، وما كانش فيه اي مشاكل ولا كان فيه مثلا امن. احنا اخلاقنا هي اللي كانت مامنه الامر. بالاضافه ان يمكن زي بالنسبه للاعبين اقول لحضرتك يمكن زي واحد كان عطشان في صحراء وحد عطاله شويه ميه. هي البطوله ديت يعني فعلا يعني رفعت من روحنا المعنويه. التدريب اللي فات انت عارف حضرتك التدريب من غير هدف ممل، اللعيبه كانت ملت فعلا. فيمكن جات لنا الدوره ديت يعني نشكر حقيقه نادي انبي على تنظيمها وكل القائمين عليها في نادي انبي. يعني اخد من كلامك كابتن وليد اروح لكابتن ابراهيم. حضرتك طبعا عضو اللجنه المنظمه، اعتقد انه هذه الدوره كان ليها لائحه خاصه او طريقه اداره معينه، زي ما حضرتك كنت لسه بتكلمنا شويه في الكواليس قبل الهواء مباشره انه نادي حرس الحدود انسحب لانه كان في اختلاف في المواعيد، وكان في لائحه بتنص ان المواعيد كلها تبقى 2:30 الظهر. عايز اعرف تفاصيل من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكركم وكل سنه وحضراتكم طيبين والساده المشاهدين. بارك للكابتن وليد ونادي المقاصة على البطوله والاداء الراقي الجميل اللي عملوه مع سموحه حتى في المباراه النهائيه. قبل اي حاجه الاداره عليها عامل مهم جدا في اي تنظيم بطوله، في اي عمل. اجتمعنا بالانديه كلها وحضروا الساده مندوبين الانديه وحطينا سيستم ولائحه للبطوله. من مين كان صاحب فكره الدوره التنشيطيه؟ والله بصي انا عايز اقول لك، انا مجلس الاداره عندنا مع الجماعه في المقاصه، مع الكابتن شوقي، مع المجموعه كلها، كان في حاله كده في اتصالات لقت رغبه، فما اخرناش، عملنا اجتماع على طول. هل ده لان كان كل نادي لوحده بيسعى ان هو يعمل وديات منفرده فحاولتوا ان انتوا تخلوها الوديات السريه اللي كان بيقول عليها محمد؟ ايوه. فدي كانت فرصه، ولما تلاقت الاراء في الفكره ووافقوا عليها قعدوا على ترابيزه واتفقوا وحطوا لائحه وخدت شكل الجديه. زي ما بقول كده ان مثلا تيم مش عايز يلتزم بميعاد مثلا، ما اعرفش ايه الظروف او ايه الملابسات اللي حصلت، ولكن خلاص اوكي في لائحه وهتمشي على الجميع.
فده كان الانسحاب الحقيقه، وما عنديش تفاصيل اكتر من كده بالنسبه لهم. بس هو كانت المفروض 2.5 سموحه وحرس الحدود على ملعب سموحه في اسكندريه 2.5. فالتفاصيل 4 لا 5. طب نلعب تحت الاضواء يعني ما عندناش. جت فرقه بديله تقريبا ولا لا؟ هم دخل سموحه على طول، وكان المقص كان كسب، كان كسب الداخليه، فتلاقوا في النهائي. عملنا نهائي هنا في القاهره. عايز اقول لك مباراه جميله جدا. سموحه والمقص فيها شد كوره، وفيها هدوء، وفيها اتزان، وفيها اداء، وفيها سموحه بتمسك الجيم 10 دقائق، وبعد كده المقصه بيروح يضيع مثلا 3 4 اجوان بعديها بربع ساعه. العلاقه ما بين كابتن عبد الجليل وكابتن شوقي وحماده في الاشارات، والعلاقه ما بين كابتن عبد الجليل ولاعيبته كابتن شوقي ولاعيبته. قرايتك بقى الفنيه. انا قاعد مستمتع. انا كنت مراقب للمباراه دي في النهائي. انا قاعد مستمتع يعني، حتى يعني ايه، عايزين نطول شويه. ولما جينا عند ضربات الجزاء كمان انا عايز اقول لك كنا لسه بنتكلم. وقت اضافي ولا ضربات؟ لا كان ضربات جزاء على طول. مهما كان الاعداد، ومهما كانت التدريبات، ومهما كانت الاستعدادات في التوقيت ده، برضو اللعيب بيوصل وحضرتك عارفه هو يا دوبك فورمه معينه لحد، لان مفيش مباريات. فبالتبعيه كتر خيرهم، عملوا اداء جيد جدا. انا كنت مستمتع. لعيبه كوره هنا وهنا، مدرب ما شاء الله عليه، ثقه اداره نادي المقصه في عبد الجليل حاجه هايله. كابتن شوقي غريب على الناحيه الثانيه، وكابتن حماده ومجموعته. اداء راقي، معامله جميله، جو اسري، مفيش عسكري واحد، وفي الشد وفي الجذب وفي الفاولات وفي الانذارات. يعني احنا ممكن نقول المباريات دي ما كانش معلن عنها، عشان كده كان الامور سهله، صح؟ والله بصي، هو في الاول اكيد طبعا اكيد، لكن عارفه بس في ناس عارفه كل ما ابتدت. لا ده في قنوات جت وفي وصوروا، ولكن كانت الدوره بحالتها، حتى ان احنا طلعنا بعد المباراه يا جماعه بنفكر ايه رايكم لو الدوري هنعمل دوره تنشيطيه ثاني، ولا هنشوفها فين وهتبقى فين وازاي والكلام ده كله. يعني في استعداد لاقامه دوره اخرى، بس مين يستضيفها المره دي؟ مفيش مشكله، او مين يبقى؟ مفيش مشكله خالص. مقصه؟ والله احنا تحت الامر سواء حضرتك. لا بس في نقطه مهمه جدا. انا برضه عايز اسمن يعني موقف اللي برضه اداره انبي بصفتها اللي هي الاداره اللي كانت منظمه الدوره. يمكن حصل ان في مباراه المقاولين وسموحه المقاولين كسب 1-0، لكن كان في لاعب من ضمن اللاعبين المقاولين كان واخد 3 انذارات. الاداره حسبت المباراه 2-0 لنادي سموحه، على الرغم ان انبي هو اللي اضير. يعني انبي كان لو المباراه خلصت بال1-0 كان انبي هو اللي هيصعد. فاحنا بنسمي موقفهم الحيادي في حاجه في الموضوع. لا ربنا يخليك، بس هي دي اللائحه والنظام اللي احنا بنتمنى كلنا نمشي عليه. ده انتوا بقيتوا كده يا كابتن ابراهيم اتحاد كوره. بالظبط. لا يعني انا ده سؤالي اللي كان جاي دلوقتي. انا شايف لجنه مسابقات، شايف حضراتكم خليكم برضو معانا جدول لمجموعتين. البطوله كانت مقامه على مجموعتين، انبي المقصه سموحه تليفونات بني سويف، حرس الحدود بتروجيت المقاولين الداخليه. في 8 فرق. شايفين الملاعب اللي بتقام عليها هذه الدوره الوديه، بترو سبورت والملعب الفرعي للدفاع الجوي وسموحه وملعب المدرعات يعني في مقاولين العرب. عشان النقطه دي اختيار الملاعب كانت ازاي؟ كل نادي كان بيقول للملعب اللي هيلعب عليه ده ملعبي. يعني احنا لعبنا ذهاب وعوده. ما استنيتوش بقى موافقه وزارات؟ لا كان في اراده لاقامه هذه الدوره. طيب ما تروحوا لاتحاد الكره وتشوفوا القصه دي، انقلوا الاراده دي لاتحاد الكره. لا بس ما جالكوش فعلا انذارات مثلا او حاجه بعدم الموافقه او بتحمل المسؤوليه، الكلام من هذا القبيل؟ بصي خلي اللي في الكواليس في الكواليس. لا ولكن هي القصه كلها ايه؟ انا هبعت للامن. بصي انا هبعت للامن. انا على فكره انا حتى قبل مباراه الناشئين احنا بعتنا للامن وما ردش، لعبنا. تمام مفيش مشكله. هو ده اللي احنا بنقوله. جازفته. بصي عايز اقول لك، انا قلت الكلام ده هنا قبل كده هبه، ان احنا الثقافه بتاعتنا كلنا وانا اولهم اتغيرت بعد مشكله بورسعيد، وابتدينا نفكر في الرياضه بجد صح. فدي اتنقلت حتى المجموعه الرياضيه كلها على مستوى الانديه، على مستوى اللعيبه، على مستوى الاجهزه، على مستوى الادارات. يعني لا في تغيير. فمتقبلين دلوقتي نشارك بعض ونتحمل مسؤوليه مع بعض ونشتغل مع بعض، ومفيش مشكله، مكسب وخساره وحاجات كتيره جدا. فلا هو المفهوم اتغير، فدي ان شاء الله هتساعدنا احنا. يعني مش هنستنى مساعده حد.
يعني اذا فضل الاصرار على كده احنا عندنا سعادة نلعب دوري عام برضه ان شاء الله، مفيش مشكله، بس اتحاد الكره بس هينفع الدوري العام من غير احمد بكري وايمن عبد العزيز وراحوا الهجس؟ اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا يمكن عندنا الاداره بصراحه يعني بتفضل يعني فضلت مصلحه اللاعبين اكتر مننا وكده، على اساس ان ما كانش مضمون ان يبقى في دوري. وكنا حتى لما حددوا 30/12 كنا عارفين ان مش هيتم 30/12 على الرغم ان طبعا جالنا فاكس بالبطوله وكده، بس عارفين لان النادي الاهلي ونادي الزمالك عاطين يعني انتوا ما عندكوش امل خالص ان اجتماع النهارده؟ لا النهارده عندنا لا في امل. اقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني هو بعد اتحاد الكوره ما بعد بصيص في هو اتحاد الكوره نجح في حاجه، ان هو حدد مين اللي واقف في موضوع الدوري. يعني لو سيادتك تقرا الجواب هتعرفي ان هو محددها في ايه؟ وزاره الداخليه. وبرضه احنا مش بنلوم على وزاره الداخليه، الله يساعدهم، هم بيتعرضوا لاستفزازات وبقى لهم في ظل السنتين دول هم لا، وكمان حاليا في هذا الوضع مش في الصالح ان احنا نقول وزاره الداخليه. بالظبط. لا يعني برضه احنا عذرينهم، لكن هو يعني كنا عايزين نعرف مين السبب في الموضوع ده. اتحاد الكره عمل الجدول بتاعته وبعت على طول لازم موافقه حضرتك، طبعا لازم موافقه الامن علشان نكمل المباراه. فطبعا في اجتماع النهارده ان شاء الله. ده الخطاب اللي ارسل الخاص بوزاره الداخليه. ايوه اللي هو اننا حتى يوم 27/12 ما جالناش اي موافقه من وزاره الداخليه ما عدا اللي بنحييه طبعا سياده اللي هو عادل عبد الحميد رفعت مدير امن السويس، هو الوحيد اللي بعت موافقه انه يستضيف. لا بس في نقطه مهمه، يعني الدوره دي اقيمت بدون يعني وزاره الداخليه ما ردتش عليها. انا عايز بس اؤكد على معلومه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده، لان دائما وابدا بيتم اقحام وزاره الداخليه في امور ليست من شانها، اقامه بطوله او ما الى ذلك. حضراتكم لو دخلتم على الصفحه الخاصه بوزاره الداخليه على الفيسبوك، اسمها الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه. انا عايز حضراتكم بس تشوفوا كده الشهر ده بس وزاره الداخليه نجحت في وضع كمائن عديده جدا كشفت كميه تهريب مخدرات واسلحه وما الى ذلك، واشياء كارثيه لهذا البلد. يعني بالفعل ما ينفعش نقحم وزاره الداخليه في امور لا تخصها زي كره القدم. الدوره اقيمت بالفعل بطبعا اداره من نادي امبي ونجحوا في ادارتها والبطوله خلصت وانتهت. بس خلينا وزاره الداخليه ما كانش ليها يد فيها. ده مش مقياس كدوره تنشيطيه، لانه في مشكله كبيره قوي. واحنا لو رجعنا بالذاكره حادث بورسعيد والالتراس وان هو رافض عوده الدوري، الكلام ده كله ممكن يترتب عليه حاجات كتيره قوي. في قضيه هيتم الحكم فيها يوم 26 يناير، في اقتراحات بتاجيله بعد الموضوع ده. الكلام ده كله لازم نحطه في الحسبان، مش بس ان احنا نحط وزاره الداخليه في وش المدفع وخلاص. لا هو محطوط والله، وكلنا ويمكن الكابتن وليد قال احنا كلنا عاذرين الناس وكلنا عاذرين المشاكل اللي هم فيها والمسؤوليه اللي بيتحملوها. هم عليهم ضغط جامد جدا واحنا بنعذرهم، لكن لما تيجي تعملي مقاييس للامور كلها حتى على مستوى البلدان العربيه كله شغال. وبرده لما حبينا نعمل مباراه عملنا، لما حبينا نعمل سوبر عملنا، لما حبينا نعمل مباريات افريقيه عملنا، وهكذا. وبعدين انا بقول لك انا النهارده بدون جمهور وعلى الملاعب العسكريه، فبالتبعيه لازم نساعد بعض. مش هتكلم بقى شعارات وهقول التقدم والحضاره والحاجات اللي لا، ما هي خلاص عشان احنا الموعد الامثل بالنسبه لك في عوده الدوري. انا ما عنديش مشكله خالص ان يتغير نظام السيستم لبدايه الدوري العام ونشتغل على افريقيا زي ما الناس كلها بتشتغل. ايه المانع؟ يبقى فبراير يعني. احنا ما عندناش قران. هو مش قران، هو مش قران، صح. نتغير ونشتغل. نادي مصر المقاصه موافق. اقول لحضرتك على حاجه، هو كان الخوف من ايه؟ كل الملاعب حاليا حضرتك مضاءه، بنلعب كل المباريات بنلعبها بالليل. صحيح. ما يفرقش بقى الصيف من وزي ما قال طبعا فعلا الكابتن ابراهيم، لا احنا دلوقتي نمشي مع الاجنده الافريقيه. كل بلدان افريقيا بتمشي كده ما عدا الشمال الافريقي. صح ولا لا؟ بدل ما النادي الاهلي كان بيعاني الحته ديت في الادوار اللي هي خاصه دور الثمانيه، بدايه دور الثمانيه بالنسبه لنا كانت مشكله، لان احنا كنا بنبقى فتره الراحه السلبيه، فبيضطروا اللعيبه ما بتاخدش راحات في